السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي في فيديو جديد، واليوم إن شاء الله سوف يكون فيديو خاص لمدة انقطاعي. أنا أعتذر جد الاعتذار. ولكن ماذا سنفعل؟ فالظروف أحبت أن أنقطع عن أغلى ما أملك. اخوتي شوية تبلعيط وكذا، راكم فاهمين، عرفت فعلا ما انا راني مبلعطيك وهيك. المهم خوتي، اسمحوا لي خوتي على الانقطاع، المدة اللي انقطعتها باسكو كنت مشغول. نتمنى تتقبلوا العذر نتاعي ان شاء الله. ولكن اليوم جبت لكم فيديو خاص وان شاء الله يعجبكم، ونحاول انني اتكلم واسرد لكم قصة بطريقة يعني متواضعة وجميلة، واخرج كل ما هو إبداع عندي. المهم خوتي، اسمعوا لي دليل مرة ما قبلش الكاميرا، راني شوي حاشمل منكم. المهم خوتي، قصتنا اليوم تحكي على فتاة في عمرها 14 سنة اختفت فجأة، وكان عندها دليل واحد، هي أنها كتبت رسالة وخلتها في 11 من أكتوبر، بالضبط في مدينة ألنوي الأمريكية. انتشرت الكثير من المعلقات عن اختفاء فتاة اسمها تشاين كراتشر، وهذه هي صورتها اللي راكم تشوفوا فيها الآن في الشاشة. كان في عمرها 14 سنة، اختفت لسبب مجهول، ولكن تركت دليل واحد واللي هو رسالة بخط يدها. في أكتوبر 2011 استيقظ أهل شاي، راح نسموها شاي بإذن الله باش يكون الاسم مختصر وباش تكون يعني مش جديدة عليكم لا غريبة عليكم كي تسمعوا كلمة شاي. المهم، القصة بدأت هكذا: أنه أهل شاي استيقظوا وملقوش ولا أثر للفتاة شاي، حيث أنها اختفت وكانت تاركة لهم مجرد رسالة واحدة وكانت بخط يدها، وكان مكتوب على هذه الرسالة: أمي أبي. انتوما ما درتولي والو. على بالي باللي راكم كي رايحين تقراو هذه الرسالة ما راحش نكون معاكم، ولكن اسمحوا لي بزاف، ما تحاولوش تحوسوا عليا، وما تنسوش باللي راني نبقى دائما نحبكم. يعني شيء خطير انه تكتبوا فتاة عمرها 14 سنة، جاتهم شيء غريب. شاي وين راحت؟ وين دارت؟ وشنو المضمون في ذا الرسالة؟ اسكو هذا مقلب؟ ما هيش من طبايعها انها تدير المقالب هكذاك. بعد ما شافوا اهل شاي هذا الرسالة ديريكتومون اتصلوا على الشرطة، قالوا الشرطة من فضلكم تعالوا، عندنا حالة طارئة وعندنا واحد الدليل ممكن راح يساعدكم. أتت الشرطة وأخذت الرسالة، فلما قرأوا الشرطة هذه الرسالة كانوا يتوقعوها يقول لك هذه الفتاة شايرة مجرد فتاة صغيرة في عمرها 14 سنة تحب له، ممكن راح تديرنا في مقلب، ممكن ما كاش منها، ممكن تلقاوها قهنا ولا هنا. أي بداو يبحثوا عليها. كي بداو يبحثوا عليها هكذاك، بحثوا عليها في جميع الشوارع وبحثوا عليها عند جيرانها واستجوبوا لصديقاتها، ما كانش اللي شفتها وما كانش اللي تلاقيت فيها أبدا. اختفت كأنه الأرض انشقت وبلعتها، واحد ما يعرف عليها شيء إلا ذيك الرسالة اللي تركتها. المهم، تموا يبحثوا الشرطة حتى وصلوا لدليل آخر، والدليل الآخر هو أنه عندها قنوات على اليوتيوب، ليست قناة واحدة أو اثنين، بل وجدوا عندها قنوات كثيرة في اليوتيوب. ولكن أكثر منصة كانت تنشر عليها الفيديوهات هي منصة الفيسبوك. كما لقاوش الشرطة الأثر ولا الدليل القاطع، بداو يبحثوا في القناة نتاعها، كيش ما يلقاو رابط صلة بالاختفاء نتاعها. بداو يتفرجوا من فيديو لفيديو، اكتشفوا الشرطة بأنه هذه الفتاة كانت تعيش مع أمها لوري لاينز وزوج أمها تيري عباس. إن كان من أصول عربية الله أعلم، اسمه هكذا في القصة تيري عباس. المهم إخوان، للأسف شاي ما كانش عندها أب واختفى في ظرف غامض.
شاي كانت تعرف باللي تيري أنه زوج أمها وليس أبوها، ولكن لا تعرف شيء عن أبوها وكيف اختفى. وكانت تتعامل مع تيري على الأساس باللي هو الأب نتاعها. وكان عايش معاهم شخص ثالث واللي هو اسمه ستيفن. وهذا ستيفن ما راحش نطرقوا لقصته، يعني ما كانش عنده دور كبير في القصة، مش مهم يعني. كان صديق شاي عايش معاهم في المنزل. المهم الشيء الوحيد اللي استغربوا منه الشرطة كي راحوا يستجوبوا أهل شاي أنهم وجدوا المنزل في حالة فوضى كبيرة، ريحة ما تصلحش، الغرف تاعهم مش منظمين، حاجة ما هي منظمة. الريحة هذه تصرع في هذا المنزل، يعني لو تدخل هذا المنزل ما تقولش انه كان عايشين فيه بني ادمين، فما بالك يعيشوا فيه 3 افراد ولا 4 ولا اكثر. المهم اخوان، كي دخلوا للغرفة نتاع شاي وجدوا شيء غريب. شاي كانت مخلية الهاتف نتاعها والسترة نتاعها والحذاء نتاعها، مع الرغم انها كانت ديما تلبس هذه السترة والحذاء، وسيرته الهاتف نتاعها كانت جامي لا تخليه. ومع انه كان الاختفاء تاعها في وقت اكتوبر، يعني في جو شتوي، لابد تلبس السترة نتاعها وتدي الجوال نتاعها. المهم بعد ما لقاو الشرطة الملابس نتاعها والجوال نتاعها، زادت القصة أكثر تعقيد. بدا يدور الشك في رأس الشرطة، يعني كيفاه فتاة تخرج في ليلة شتوية وتخلي الأغراض نتاعها والهاتف نتاعها اللي متعلقة به ومالفة تنشر فيديوهات، يعني أنها متعلقة بالسوشيال ميديا. يعني مستحيل أنها تخلي الهاتف نتاعها وتخلي السترة نتاعها والحذاء المفضل نتاعها. المهم باش ما تتعقدش القصة نتاعهم أكثر، رجعوا كيما قلت لكم في البداية، بداوا يبحثوا في الفيديوهات نتاعها. مع البحث نتاعهم في الفيديوهات نتاعها اكتشفوا انه كاين شخص يتكرر بزاف من المرات في الفيديو نتاعها، واللي هو كان زوج امها تيري. كان في كل نص فيديو او نص وقت من الفيديو يظهر تيري، بسبب انه المنزل كان صغير وكان لابد والديها يعبروا، كانوا يعني كنت تصورهم يعبوا من وراها. المهم اخوان، ولما وصلوا لاخر فيديو عندها في القناة منزلته، اللي كان هو بث مباشر ومحفوظ على شكل فيديو في اليوتيوب، كانت شاي قاعدة فوق السرير تاعها، وفجأة وهي قاعدة فوق السرير تاعها والكاميرا موجهة لها، دخل شخص لغرفتها. اما لا، ناضت شاي وتبدلت ملامح نتاعها في وجهها، قاعدة تخزر فيه وهي مخلوعة، وكانت الكاميرا صادة من جهة تشاي، يعني تبين ملامح تشاي، ما كانش يبان الشخص هذاك اللي من وراء الكاميرا. وراحت له تزري وقفت له عند ودنه ودارت التليفون على صدرها وقالت له دير حسابك راني فاتحة لايف. وكان هذا الشخص هو طبعا من اللي يكون تيري زوج امها، تخلى عليها على خدع. المهم ولما قربت له باش تقول له باللي دير حسابك باللي راني دايره لايف، تحكمت شوي الملامح نتاع هذا الشخص واللي كان هو تيري. وهذه الحكايه صارت قبل ما تخطف بشهر. فجأة لابوليس أو الشرطة عيطت على تيري باش تستجوبوا في هذا الموضوع، لأنه كانت تصرفاته غريبة باتجاه شاي في هذا الفيديو، وكانت شاي خايفة ميتة بالخوف. بعد ما استجوبوا الشرطة تيري، زيروا عليه شوية هكذاك، قالوا له قلنا وشنهي هو السبب اللي خلى الطفلة تكون خايفة منك. من كثرة التزيار عليه خلع تيري وصرح بواحد الكلام يصدم. اعترف بشيء خطير، واللي هو كان انه كان يعتدي على شاي من صغرها، يعني ملي كان عمرها اقل من 14 سنة كان يعتدي عليها. المهم بعد ما حكى لهم القصة قال لهم انا كنت كذا 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 وندير معها كذا وكذا وكذا.
قال لهم لما كبرت شاي خلعت انها تروح تخبر عليا باللي واش راني ندير لها، وهي كبرت وبدت تفهم شويه. اما لا، وش درت؟ رحت ديتها معايا للغابه وقنعتها باللي راح نلعبوا اللعبه بيني وبينها، وراح نتنزهوا و... ويعيشها نهار ضحك وكله بسط. بطبيعة الحال شاي كانت صغيرة مازال ماهيش مستوعبة، هو برك كان يظن انها استوعبت هذا الشيء وانه راح تشكي به، هو حس كيما هكذاك. المهم بعد ما اخذها هي قبلته، راحت اغراها يعني بالموضوع انه راح يلعب هو وياها ويشتري لها العاب ويعطي لها اي حاجة تتمناها وكذا وكذا وكذا، ونروحوا الغابة ونستكشفوا. وكانت شاي من نوع تاع الناس اللي يكون مغامر، يعني تحب المغامرة وتحب الضحك وتحب الحياة بصفة عامة. كي راح تيري مع شاي للغابة، راح ودار فعلته وخنقها. كي خنقها قتلها، حفر لها حفرة ودفنها في وسطها. دركا ترجعوا لي لبداية القصة وتقولوا لي وشني حكاية الرسالة، كيفاه الرسالة كتبتها بخط يدها، وأنه الشرطة قالت نعم أنه خط يدها. خوتي بكل بساطة طبعا تيري كان له السبب في ذلك، أنها كتبت ديك الرسالة. أقنعها بأنها تكتب ديك الرسالة. كيفاش أقنعها أنها تكتب ديك الرسالة؟ قالها واش رايك نديرو مقلب في أمك، وأننا على أساس أنك انت هربتي وانت ديري روحك تودعي فينا وكذا وكذا، وانا وياك نروحو نتخبى في الغابة ونخلو لهذيك الرسالة. إما لا، طبقت هذا الشيء لأنها إنسانة تحب المغامرة وتحب الضحك. وهذه هي نهاية القصة. وبعد ما اكتشفوا الشرطة هذه القصة سجنوه سجن مؤبد بسبب هذا القتل، ولحد الآن راه مسجون هذا تيري. والعبرة من هذه القصة خوتي، ردوا بالكم على أولادكم. حتى لو كان يكون يعني مثلا تكوني انت مرأة مطلقة وعندك بنتك، انتبهي انتبهي انتبهي. سواء تقولي لي راجلك يديرها ما يديرهاش، ولكن ديري حذرك. ممكن اذا ما جاتش من راجلك تجيك من ولادته، تجيك من ناس اخرين تجيك. المهم اعرفي تختاري الشخص المناسب اللي يرعالك ولادك. وانتبهوا على ولادكم خوتي، وحاولوا ديما ما تخلوش ولادكم يخرجوا للبر ويروحوا لبلايص بعاد. ديما خوتي انتبهوا على ولادكم. المهم هذه هي الرسالة الهادفة من هذه القصة، وهذه قصتنا. وهذه هي خوتي، وهذه القصة انتشرت في أمريكا وذاع صيتها، الناس قاعدة تعرفها، وقصة حقيقية صارت أصلا قرصو. هذه اخوتي قصتنا، وان شاء الله تكون عجبتكم. والمره الجايه راح ندير لكم قصص اخرى، وراح نطلع لكم ان شاء الله يعني ستاتي في الفيسبوك ولا في الانستغرام. اللي صارت له كشمه قصه تاع رعب ولا كذا يبعثها لي ونديرها على شكل فيديو ونحكيها، ونعودوا نديروا حصة سبيسيال أو سلسلة سبيسيال نسموها قصص المتابعين، وأنا نكون نحكي قصتكم كيفاش صارتكم على أساس أنني انا صارت لي ديك القصه، وراح ندير لكم دي فيديو عليها باذن الله. المهم خوتي، تهلاو لي في رواحكم، وما تنساش الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تنساش دعوتكم لاهلنا في غزه. وشكرا.